السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش احنا بنطول في الفيديوهات شوية عشان في شغل وفي مدارس وكده، فمعلش نعوضها. عندنا النهاردة المحتوى بتاعنا ايه؟ ده شفشق خلاط كينود. ده شفشق كينود بتاع محضر الطعام 37 وظيفة. ده الشفشق بتاعه بصراحة معانا بقاله، يعني مش عايز اقول داخل في 10 سنين او 9 سنين، بس هو بسم الله ما شاء الله عليه يعني. فأنا الأوان بقى إن هو يتصين. البقرة فركت خالص بتاعته، كان بيخرم أوي فركت خالص. فتعالوا نشوف هنعمله ازاي. تمام. هنحاول بقى ان دي البقرة اتكسرت، ماشي. انا نزلت جبت بدلها، بس يا رب يكون ايه الزور بتاعها سليم. دي البقرة القديمة اتكسرت خالص، ودي بقرة جديدة هنركبها ان شاء الله مع بعض. والزور بتاعه الجلبة بتاعته مش عارف بقى سليمة ولا لأ، هنشوفها. هنحاول نشوفها مع بعض. كده الصامولة طلعت هنا، ناشفة شوية. نمسك بمنديل سكينة. الصامولة هنا يا جماعة بتفك يمين مش شمال، ملحوظة يعني لما نيجي نفكها بتفك يمين مش شمال زي الأكسوم. تمام. مصدية باين اهي، مصدية. وفي كمان وردة متاكلة، وردة متاكلة. ودي الصامولة، ودي البقرة القديمة. السكينة اهي. تمام. دي بقى يا رب تكون دي سليمة. طب دي عشان نفكها، نفك القاعدة مع الأول. طيب، فكينا القاعدة اهو، خلاص خالص. دي القاعدة بتبقى لوحدها. تمام. هنفك الجلبة، نشوف نعملها ازاي. دي الجلبة بتاعته، دي الجلبة بتاعته. هنشوف هي سليمة ولا لأ. عايزين نعرف هي سليمة ولا لأ عشان دي اللي بتخر مية. طيب. هنا كده هو الأكس بتاع السكينة من الواضح، الأكس ده الواضح إنه سليم. لو متاكل ده ممكن يسبب إيه؟ إن هو ينزل مية. طيب الأكس ده سليم. نشوف الجلبة كده، شايفين يا جماعة؟ في بوش، يعني مش ثابتة، فيها إيه؟ بوش شوية. طب دي عشان نجيبها صعب شوية وإحنا مش جايبينها. هنحاول نعمل إيه؟ شايفين الجلبة النحاس دي؟ الجلبة النحاس دي بنعمل عليها إيه؟ بنضغط عليها شوية. في هنا في هنا ألسيه أو أورسيه هنا كده. تمام. لو ضغطنا على الجلبة دي ممكن يقفل شوية، بس ما نضغطش جامد عشان ما يقفلش خالص على إيه؟ على السكين. هنضغط اهي، هندق هنا على الجلبة دي سنة، ممكن هتقفل معانا الألسيه شوية ونمنع ايه؟ المية. هنجيب حاجة تقيلة شوية، شاكوش، ونعمل كده كده ايه، ضغطنا شوية على الجلبة. نشوف كده، بسم الله. السن فيها لسه.
كمان كده. ايوه، شفتوا يا جماعة؟ فرقت عن الاول، حكمت شوية. ممكن يكون فيها سنة كمان، فيها سنة كمان. شفتوا؟ دخلت ايه معانا بالعافية. يعني ايه كده افضل عشان ما تسربش مية. هنبقى نديها نقطة زيت ولا حاجة عشان ما تبقاش تقيلة. تمام كده. ايه احنا ظبطنا الجلبة دي بدل ما نشتريها. الجلبة دي انا سألت عليها اصلا، قلت اجيبها احتياطي، قال لي 120 جنيه، ودي جايبها ب20 جنيه، يعني 140 جنيه في الجلبة دي والبقرة. لأن الشفشة بتاعه وده الشفشة ده بصراحة يسوى 400 دلوقتي و500. ده أصلي، ده الأصلي. ماشي. فإيه قلنا نشوف الجلبة، فإحنا حاولنا صلحنا الجلبة أهي. تمام. ونشوف بقى نركبها إزاي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها كاوتشة هنا إيه عشان تمنع التسريب زي ما هي كده. بص يا جماعة، وانت بتركب في شف هنا سنة، وفي مكانها محفور هنا. ضرب كده شوية في سنة اهي، وفي مكانها محفور هنا علامة حفر، عشان نركبهم قصاد بعض عشان ايه ينفشوا مع بعض. تمام. قفلت مع بعضيها ايه كده. تمام. نركب السكينة بتاعتنا. بسم الله. نديها، احنا قلنا نديها سنة ايه زيت شوية عشان ايه ما ايه ما تنفشش معاها. تحت منديها عشان ايه بس ما تتوسخش. ناخد بقى نقطة زيت. نجيب نقطة زيت هنا، ندهن العكس كده بس عشان ايه تبقى في ليونة في التعامل مع الجلبة. بس كده نركبها. طبعا الزيت ده هيبقى تحت خالص، ملوش دعوة بالايه بالحاجات اللي جوه الشفشة اللي هتتعسر. يعني ما تخافوش من نقطة الزيت دي، هتبقى من تحت خالص. اهي بقت ايه كويسة، ومفيش بوش، مفيش بوش زي الأول. تمام. طيب نيجي نشوف هنركب بعد كده البقرة. في قبل البقرة في وردة هنا متاكلة، فأنا جايب كام وردة معايا، هنشوف اللي هينفع معاها ايه. شوف اللي هينفع تبقى زيها. دي خفيفة خالص، ودي ممكن بس دي تخينة. دي كده ممكن تمشي معايا، دي اللي مشيت معايا. تمام. خلاص نركب بقى. دي يبقى عبارة عن جزئين جوا بعض. هي اتكسرت أصلا، نشوفها نفكها مع بعض. تبقى عبارة عن جزئين، الجزء ده سليم على فكرة، يعني ممكن أشغله تاني. تمام. اللي اتكسر معانا الجزء ده. تبقى عبارة عن جزئين بيركبوا بأربع سوكت أهو، كليبس بيدخلوا كده جوا الإيه فتحات دي. فهي عشان اتكسرت من جنب هنا فإيه اتفكت بسهولة. وكان بينهم في صامولة، الصامولة دي هنا كده. نوريها لكم الأول فكرة عاملة إيه الأول. دي عشان اتكسرت كده فإيه يعني إيه الصامولة كانت بتبقى بينهم، بين الجزئين دول، الجزء ده وده. تمام. ده كده. فأنا لما اشتريتها هي جاية مقفولة مع بعضها وفي صامولة جواها. احنا هنركبها على طول كده. تمام. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك هنا بس بمنديل عشان السكينة، واحنا قلنا ايه؟ احنا فكيناها يمين، يبقى هركب شمال عكس المونولوكس والحاجات اللي هي موجودة دي. كده فكيناها في اليمين، هنربطها في ايه؟ الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هي جامدة شوية معلش، عشان كان فيها صدى، المسمار كان الصامولة فيها صدى القديمة. ضغطت عليها كويس. بس كده. أو من أول لفة في الخلاط هتلاقيها سهلة جدا كده، مفيش مية. وهنجرب في جوان بين القعدة دي والإيه الشفشة. جوان ده نضيف، مش بايظ، تمام. ده بيركب بين القعدة والشفشة بتاعها عشان يمنع التسريب. يركب هنا كده، تمام. وادي اللي بقية الشفشة. هو الجميل فيه إن هو بيتفك جزئين، يعني لو ده اتكسر ممكن أجيب مكانه، دي باظت أجيب مكانها. كل جزء، البقرة والسكينة والجلبة باظت أجيب مكانها. كل جزء يتفك ممكن أجيب مكانه يعني. فهنركب بقى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مية، ممكن في مية خلاص. بس كده هنجرب مع بعض كده بالمية، نشوف في تسريب ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية كفاية، وهي شوية مية هنعرف منهم إذا كانت الدنيا إيه. شايفين يا جماعة الترابيزة ناشفة إيه؟ إيدي إيه نضيفة، إيدي نضيفة أهو، مفيش أي إيه. أنا بلف السكينة الحمد لله منع التسريب. عملنا صيانة لشفشة الخلاط الكينود. أرجو تكونوا استفدتوا معانا. هي حاجة بسيطة، بس هو يعني الكنود أنا عملته سنة عشان حاجته غالية. هو غالي، جهاز غالي نفسه، فقلت خسارة نرميه ونجيب شفشق جديد. الشفشق ده 500 جنيه دلوقتي الأصلي، لو لقينا الأصلي أصلا. الراجل قال لي ده يسوى 500 جنيه دلوقتي. فإحنا جبنا له، إحنا ده مبدأنا إن إحنا بنوفر مع بعض. إحنا كل اللي جبناه البقرة دي ب20 جنيه، بدلناها. والجلبة عملنا لها صيانة زي ما انتوا شفتوا، قفلنا السي بتاعها شوية عشان ما تنقطش مية. انا عارف ان في ناس هتفهم كلامي، في ناس ايه ملهاش في ما تفهمش المصطلحات دي، بس ايه بنحاول نتعامل مع بعض. انا مش فني ولا حاجة، انا هوايتي ان انا بصين الحاجات اللي عندي اصلحها. فقلت ان نشارككم الفيديوهات مع بعض، كلنا نستفيد. ما تنسوناش باللايك والشير والمشاركة عشان تشجعونا نوفر مع بعض ونصلح حاجتنا بنفسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.